تكونوا بألف خير، وحشتوني جدا جدا جدا. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وندعي لإخواتنا في فلسطين وفي كل الدول العربية. يلا بينا على أول فيديو. مفيش كاتب كتاب من غير قايمة. ممضي على قايمة على بياض. والله العظيم لو آخر راجل على وش الدنيا على وشه. مين عمر ومين دنيا؟ وليه كل شوية يطلع لنا فيديوهات ليهم وهما بيغلطوا ببعض؟ وتاني يوم كاتب الكتاب اختفى عمر والأيام. بعدها طلع في فيديو عشان يعلن عن سبب الانفصال. قال إن أهل دنيا مضوه في كتب الكتاب على بياض وهو مش واخد باله. يحلف على المصحف إنه تم خداعه ويناشد الداخلية المصرية إنها تنجده. أنا اتغدر بيا. اللي ما يعرفش قصة عمر ودنيا، هما اتنين موجودين على السوشيال ميديا. نزل المحتوى بتاعه إنه بيصور أفراح وحاجات زي كده. نزل فيديو هو بيحكي وبيقول إن هو اتعرض للنصب يوم الفرح بتاعه من أهل العروسة، وإن هما مضوه على قايمة يوم الفرح على بياض، وإن هو ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده. طلعت دنيا بقى وقالت ان الكلام ده ما حصلش، ان هو كان عارف. بس السؤال هنا هو ليه اصلا يمضي القايمه يوم كاتب الكتاب ويوم الفرح؟ يعني ما كانش في وقت عندنا ان احنا نعمل ده قبل يوم الفرح، حتى عشان لو حصل خلاف ما يبقاش ان هو فجاه قدام الناس الفرح باظ واتفشكل. يعني جه فيديو رد لدنيا وهي بتاكد ان عمر كان عارف كل حاجه هو وباباه ووافقوا عليها، وانه دلوقتي بيحاول يطلع نفسه ضحيه. مأذون جه قال له فين حق بنتك؟ بابا قال له والله انا ما كتبتش حاجه. المأذون قال له خلاص هنجيب قايمه فاضيه وهيمضي عليها، شوفوا انتوا هتجيبوا الحاجه امتى، نسقط الحاجه في قايمه او نقطع القايمه ويكتب قايمه ثانيه. كل الكلام ده بدون علمي، بدون علم اهلي. بابا كان قاعد والقايمه بتيجي وبتتكتب. وبعدها طلع فيديوهات كتير للطرفين بينشروا فيها فضايحهم وفضايح العيلتين. حرب افتراضيه حولت السوشيال ميديا لساحه حكم. عمر اتظلم، لا دنيا بتدافع عن حقها. ابويا مش كاتب مؤخر في القسيمه. انفصلوا نهائيا على ايد مأذون، والحكايه خلصت ولا ما خلصتش؟ كل ده هم مش مبينينه. بس السؤال الحقيقي، هل الاتنين وصلوا للي هم عايزينه؟ فيوز، ريتش وشهره؟ ارقص معاها في كتب الكتاب تقول لي هو الريتش عامل ايه؟ ريتش ايه والسوشيال ميديا زفت ايه؟ بصوا بصراحة أنا ما بحبش إن الخلافات تطلع على السوشيال ميديا، لأن في الآخر الناس مش شايفة كل الحقيقة، فأنت بتعرض نفسك للانتقادات المهولة اللي في الآخر أنت مش مستفيد منها غير إنك بس بتعمل دوشة على نفسك. لو الهدف كان حل أكيد مكانه مش السوشيال ميديا، أما لو كان ترند فهو ده مكانه. بس للأسف بيبقى ترند مش حلو، وفي الآخر بتبقى طلعت بس بسمعة وحشة، وربنا يصلح حالهم يا رب وحالنا جميعا. تعالوا نشوف اللي بعده. أول يوم جنبي في مدرستي، بالليل بتجلدي كراستي، وبتكوي هدومي وقبل دومي وجنب أمي يا نور بيتنا يا ست الكل بموت فيكي، بوجودك تضحك دنيتي لو بصت ايديكي، ربنا يحميكي يخليكي. احترم قوي الناس اللي بتقدر شقة وتعب أهلها، ورايح يحتفل بنجاحه انه بقى مهندس في المكان اللي هي طلعته منه، فهو راح يحتفل بنجاحه قدام محل شغلها علشان يعرف الناس كلها ان صاحبة محل الفراخ دي الست دي طلعت مش مهندس. انتوا عارفين ايه اللي ممكن يكونوا محتاجينه اهالينا مننا؟ التقدير، شوية شكر كده وعرفان بالجميل اللي هم قدموه لنا. بيبقوا مش عايزين غير ان هم يشوفونا فرحانين ومبسوطين، فأقل حاجة تتقدم لهم هي التقدير، وان تعبهم ما راحش على الارض، ان هم عملوا اللي عليهم وكفايه، حتى لو كانوا ما عملوش اللي انت كنت عايزه، هم في النهايه عملوا احسن حاجه من النسخه بتاعتهم. انت عارف ان الناس بتسالنا كتير عن علاقتنا بيك، ان انت مصاحبنا وكده يعني. حلو. قول. انت ما تربيتش عن التربيه اللي انت بتربيها لنا، صح؟ انا ما تربيتش. لا فهمني بقى. فاهم. ايه اللي خلاك تربينا التربيه دي، او ايه اللي جاب في دماغك؟ ايه اللي خلاك تربينا تربيه غير اللي انت تربيها؟ مش عارف تفهم الكلام ده ولا لا، بس هقول لك. وانا صغير ابويا ما كانش صاحبي جدا، كناش صحاب خالص يعني. سامع جدو. بما انه هيشوف الفيديو ده يعني ما كان شديد شويه معايا. فانا كنت شديد شويه؟ كان شديد قوي شويه قوي. كان شديد جدا معايا. فانا من وانا صغير من قبل ما اتجوز في دماغي دايما ان ولادي لما يجوا يكبروا لازم اصاحبهم، لازم اسمع. احلى حاجه تعملها في نفسك انك لما يتداس عليك قوي، طبعا هو الاب والام ما بيبقوش قاصدين يدوسوا علينا، ولكن يعني لما بيقسوا علينا قوي بتطلع جوانا طاقه غضب غصب عننا. هتيجي تربي ولادك غصب عنك هتلاقي نفسك هو ده اللي انا اخدته وده اللي شربته. الطاقه دي
طاقة العنف بقى، طاقة الغضب، لما ازعل ويعمل حاجة غلط فاضربه فاذيه فاعمل فيه فسمعه كلام صعب، زي انك مثلا تبقى نجحت وعملت مجهود وتكون جايب مثلا 96% في الثانوية العامة او في اي مرحلة دراسية، فيقول لك فين ال4% راحوا فين؟ طبيعي بعد كده ما تبقاش بتفكر غير في ان انت تدور على الناقص وعينك ما تشوفش غير الحاجة اللي مش موجودة عندك. في ناس بتدرك الكلام ده وبتبقى مش عايزة تعيش الكلام ده تاني لولادها. الناس دي بتبقى في حالة صراع نفسي وبيكون بيجاهد نفسه عشان ما يطلعش اللي هو عايشه على ولاده. لازم اسمعهم. انت بتحبها بس محاميح حبايبي. اقعد انا اتأثرت. الحاجة الحلوة اللي تعملها في حياتك انك ما تشيلش ولادك اللي انت شيلته، وان انت تربيهم بالشكل اللي كان نفسك انت تتربى بيه، وانك تشوف برضه هم حابين تعملهم ازاي وتعمله، لان الاجيال بتختلف برضه. يعني من الحاجات الحلوة انكم تعملوا ده مع اولادكم، تعملوا كده اعادة تدوير كده للتربية على حسب كل جيل. ازاي تعرفي الفرق ما بين الراجل الكويس والراجل الوحش؟ بشوف ستات كتير بتقول انا متجوزة راجل وحش. فخلينا نبسط الموضوع جدا. الراجل الوحش مش شرط يبقى هادي ولا صوته عالي، ومش شرط يبقى قوي ولا ضعيف، ومش شرط يبقى مسيطر ولا سلبي. دي كلها حاجات بتشتت الانتباه. الفرق الحقيقي اللي يهم فعلا هو ده. الراجل الوحش بيخلي مشاعره تبقى مشكلتك انت، اما الراجل الكويس فبيتحمل مسؤوليتها. الراجل الوحش بينفجر هم فعلا بيقلبوا علينا الترابيزه، فجاه تلاقيه مين اللي عمل كده، مين اللي سبب في عصبيتي، مين اللي كان السبب في مش عارفه ايه، مين اللي اكل جبنه، انت اللي عملتي كل حاجه في الكوكب ده وانت الغلطانه، بصي اي حاجه انت الغلطانه. مش فاكر ان انا عملت كده، طالما مش فاكر يبقى ما حصلش. الراجل الوحش بينفجر ويزعل ويقفل على نفسه ويختفي، وبعدين يستغرب ليه العلاقه بقت غير امنه بالنسبه لك. الراجل الكويس برضه بيحس بالغضب او الخوف او عدم الامان، لكن بيحتوي المشاعر دي وبيتعامل معاها من غير ما يعاقبك انت عليه. الراجل الوحش محتاج السيطره عشان يحس انه بخير. الراجل الكويس بتوجهه قوه داخليه قايمه على المبادئ والاحترام. الراجل الوحش بيهرب من المسؤوليه وبيسمي ده انا شخص رايق وماليش في الحوارات. اما الراجل الكويس فبيشيل المسؤوليه ويتحملها من غير ما يستنى حد يسقف له. الراجل الوحش بيوعد وعود كتير بتهدي الموقف وخلاص، اما الراجل الكويس فبيعمل التزامات حقيقيه وبيوفي بيها فعلا. ودي اوضح علامه فيهم كلهم، ان الراجل الكويس بيخليكي حاسه بثقه وراحه مع نفسك. انت مش بتدريه ومش ماشيه على قشر بيت حواليه ومش بتتنافسي عشان تاخدي انتباهه. الوحيده اللي بتخلي الست تحس ان هي مرتاحه في العلاقه هي الامان والاستقرار. لما بيختلوا انه مش حاسه ان انا مطمنه معاه، مش حاسه ان انا شايفه بكره معاه، بالتالي ما بتبقاش واثقه في انها عارفه تحس بثقه مع الشخص ده، او انها عارفه تتسند عليه. هو مش موجود، هتتسند على مين؟ ربنا وحده بس اللي بيسند يعني. فهو وجوده بيبقى وهمي مش حقيقي. هو مش بيستعرض وفي نفس الوقت مش غايب في العلاقه، وكمان مش معتمد على اي ادمان او مشتتات او اي تاكيد خارجي عشان يعرف يكمل يومه. هو موجود وحضوره بيخليكي اكثر ثباتا. والموضوع ده مش عن الكمال. الرجاله الكويسين بيغلطوا طول الوقت، لكنهم بيعتذروا وبيصلحوا غلطهم وبيتحملوا المسؤوليه وما بيخلوكيش تدفعي ثمن جروحهم. فلو بتسالي نفسك اذا كنتي مع راجل كويس ولا لا، يبقى اسالي نفسك السؤال ده: هل وجوده في حياتك بيخليكي اهدى واوضح واكثر ثباتا، ولا مخليكي محتاره اكتر ومتوتره اكتر ودايما عايشه على اعصابك؟ لان الاجابه على السؤال ده
غالبا هي الحقيقة. انا بشوف ان الراجل بصراحه المفروض يكون قد كلمته، ما ينفعش يوعدها بشيء هو مش مالكه او هو عارف ان هو مش هيقدر يعمله، فبيقول وعد هو مش قده اصلا. الحاجه التانية فكره ان هو يكون شخص بيقلب عليها الترابيزه او شخص يكون مؤذي يحسسك طول الوقت ان انت سبب المشكله، انت السبب في الخناقه، انت السبب في النكد، انت اللي بتدوري على المشكله، مع ان الست بتكون رد فعل للمعامله اللي هي بتتعاملها من الراجل. فلو هي اتغيرت فخد بالك انت اصلا عملتها ازاي علشان هي بقت بتتعامل بالشكل ده. هي ما اتحولتش غير لما انت اسلوبك اتغير معاها، في حين ان الست على فكره ما بتبقاش بتتغير من يوم وليله، يعني هي مش بتتحول، هي فجاه لقيت انها ما بقتش قادره تستحمل زي زمان. ان الست بتدي فرص كتير قوي قبل ما تقول انها مش قادره او انها تبطل تحاول في العلاقه. الرجاله كتير تتعامل مع الست على انها موجوده، خلاص بقت تحصيل حاصل، يعني هي موجوده دلوقتي وبقت مراتي، هتروح فين؟ معاه للابد، يعني مش هتسيبه ولا تروح في حته، خلاص هو حصل عليه. وللسبب ده هو اسلوبه بيتغير معاها، الاهتمام ما بيبقاش زي الاهتمام اللي كان في الاول، مع ان الست مش عايزه اي حاجه غير ان هي تتسمع وانها تحس بموده ورحمه، انه يكون لطيف معاها، انه يسمعها، انه يحتويها. بس مش ده اللي بيحصل من الراجل للاسف بعد ما بيتجوزوا، ربنا يهديهم. وبكده بقى خلصت معاكم الفيديو النهارده، ويا رب اكون كنت ضيفه خفيفه معاكم، والفيديوهات عجبتكم والفكره بتاعت الفيديوهات اللي بعملها دلوقتي دي عجباكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه علشان نوصل ل 10000 مشترك قريب قوي، واكتبوا لي تعليقات حلوه عشان تشجعني اكمل، واعملوا لي منشن على التيك توك بالفيديوهات اللي عايزيننا نتكلم فيها الفيديو الجاي. وبس كده،